لك انت الحلبوس لما استشهد محمد مسك اخوه علي مكانه. واحد من جماعته لما خش العلوم قاعد يعيط للجماعه اللي داخل، قاعد يقول لهم سلم تسلم. قال لي كيف تقول لهم سلم تسلم؟ ايش تعطيهم الامان؟ احنا اللي داروا فينا مش شويه. قال انا سلم تسلم مش نوصل من المجلس المحلي، بس الامان اللي عند المجلس المحلي وبعدين دبروا راسكم. وصلوهم غادي سجد الحلبوس، خديه معاه علي، خديه معاه 3-4 شباب ومشى لهم غادي. قال لهم اختاروا يا بتعطوني الحافله باللي جاتكم مع بعضها ال50 جدي هديمه، والله قسم بالله حتى انتم معاهم توم بدي فيكم. علي نهار نقذف حشاننا انتم ما تدروش علينا، مقعمزين هنا وعاقلين في البدروم لوطه. خافوا من سلموا مش يبيهم لسه بخطوه. لا تقدرش تقول هذا. جراحاتها عميقه. يعني هذه الصوره، هل تعتقد ان هم هدمه؟ هذا واحد. هل تعتقد انهم التانيين بيكونوا اقل فوران وثوران من هذا؟ مش ممكن. كل واحد مجروح عنده ما يكفيه من هم. كان بالضبط. فهو راي الدواء حتى هو كان ما يكونش بالكي راهو صعب. ولهذا الان الشباب هناك احسن شيء احرق، ما تقربش واحرق، اللي ميت احرقه خلاص. لا ندعوهم من بعيد، بزوا عليهم بنزينه وديروا لها سرسوب ولا نار وخلي البلاد تشفي النار في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ما وان شاء الله ينحرقوا هم وصحابهم في جهنم ان شاء الله. يا سيدي الله يعينك، انت الحمد لله على سلامتك. حبيت انا بس ان نشوف شو اخبارك، وانا عرفت ان من هذيك اليوم انك انت جوك مش ولا بد، لكن وقتها كنت انت متحفظ شويه دي. لكن والله لا، وتحطوا عليه ورفلنا وكان فينا الحل والربط، اقسم بالله اني ما في خطاب كسر رقبتي تكتب هذا خطاب الله. ورفلنا لا موقع استراتيجي مهم ولا تكتل بشري كبير ولا قيمه. شنو هي حلفاء معمر بس ومعاهم المقارحه يعدوا حتى هم بجرته. لا والله العظيم والله ما. بس انت بتحاول على الاقل ان تفتت عضدهم هؤلاء الناس، ما يكونش كلهم معاه. والله يا شيخ علي للاسف انه ما دام ينظروا للمناطق راهي في حاجه. انتم هي مش قضيه حتى معمر وغيرها، هم يعتقدوا ان مناطق الحضر عندهم معها حساسيه. تو اللي مقعمزين هنا في بريطانيا والا في فرنسا والا في هذول شنو علاقتهم بساحه القتال؟ واعتقد ان هم عندهم فرصه انهم يشوفوا الواقع بشكل اكثر وضوح، يعني على الاقل يقيموا بركاحه اكثر، يعني عنده فرصه على الاقل الاستقرار الذهني. يعني ذهنهم ماهوش تحت هذه. الى الان ما زالوا يتصلوا ويهددوا ويعاينوا يا مصراتة يا خونه ويا من؟ هم لا شنو؟ من اللي يتصل؟ فروخ من ورفله. في من يتصلوا بمحطات ولا بايه؟ مصراتة يتصلوا بشباب من مصراتة قاعدين في بريطانيا وفي المغرب وفي امريكا وفي. هذا جديد هذه. لا والله الا من مده للدرجه هذه. والله واحد عندي اليوم الصبح اتصلوا بي شباب من المغرب، اتصلوا بي شباب من الوس ما فيش غيره. يسمعك. اتصلوا بي شباب من المغرب. في واحد حشاك عبد، يعني والله اللغه دي بنحبها لكن هو جانا حقير، هي والسهل الوصف هذا. عبد العد بن جدريه، هي من الناس اللي يقول انا ورفلي ندير عليه هو تشاد، يلا ندير عليه قصه منين هو. يتصل بجماعة مصراتة وجوكم مرفلة يا مصراتة يا كلاب ويا حقراء ومدري شنو وبيدوكم يمسحوكم ويمدري شنو هي وسيدكم معمر وسيدكم ومدري شنو. كلام كيف هذا؟ سجلوا لنا الجماعة، قلت لهم يبعثوا لي المكالمة مسجلة وابعثوا لي الصور اللي هو خليه يركبها على الصوت ونحط لها في اليوتيوب خلي الناس يسمعوها. لا ولا حط لها. هذا واحد حقير المفروض يعني ينكشف على الجميع على العالم كله. وقلت لهم انتم بالنسبه لكم انتم ما تردوش عليها، عاد رفع المكالمه مسجلين رفعوها طول للامن الوطني المغربي واطلبوا القبض عليه وطردها طول من المغرب هذا.
خليه طالما هو يبعثوه للساحه غادي، وكان هو راجل عادي ياخذ الساحه ويجي لمصراته. كان يبي يحفر قبره في مصراته والله يروح باش يخبر اهله بعدين. والله يا محمد شو نقول لك يعني الواحد يتمنى الا يسمع مثل هذه الاشياء، لكن هذا واقع. كلنا نتمنى هذا يا شيخ علي اقسم بالله، ولكن الامانه انا هذا ما نقولش فيه الا اللي كنت وللي يعني نبت لهم في شجون يعني. لكن انا عارف هذا ما نقدرش نكتبه ولا نقدر نقولها حتى في مجمع يتجاوز 2 3 4 حتى من داخل مصراته يعني. لكن هو هذا الواقع، اذا كان نبغى نتعاملوا مع الواقع شيء، واذا كان نبغى نحلموا ونخلق واقع افتراضي ونتعاملوا معه شيء اخر. لكن هذا الواقع الحقيقه، الواقع اراه ما فيش والله، محتقن جدا. ربنا يستر. محتقن جدا. ان شاء الله هو الستار. انا نفسي اعرف انت ايه الدوله اللي انت مش مسجل لها يعني.